الاي اي ايجنتس عشان تبقى قادره تتشات معانا وتاخد اكشنز وتطلع الاوتبوت زي ما بنشوفه كده، هي مش مجرد بتبقى شايفه البرومبت بتاعنا والهيستوري بتاع المسجز، لا في تفاصيل تانية كتير احنا نتعرف عليها النهارده. فاعملوا فولو ويلا بينا نبدا. اي اي موديل عنده حاجه اسمها كونتكست ويندو، ودي عدد التوكنز اللي بيقدر يشوفها مره واحده. ممكن يبقى 200,000 توكن، ممكن يبقى 1 مليون توكن. كل موديل ليه الكونتكست ويندو بتاعه. الكونتكست ويندو ده مش مجرد فيه البرومبت بتاعك والهيستوري بس، لا هو في حاجات تانية برضو زي كده السيستم برومبت، وده بيبقى برومبت بيعرف الاي اي موديل هو مين، زي مثلا كلود كود، انت كودنج ايجنت، هدفك تبني ابلكيشنز وتفيكس باجز، وهكذا بقى انستراكشنز بالشكل ده. عندنا برضو هنلاقي ميموري فايلز وسكيلز، دي مجموعه انستراكشنز يا اما انت بتكتبها للاي اي موديل يا الاي اي موديل بيكتبها لنفسه، هدفها انها تحسن البرفورمانس بتاع الاي اي عشان ما يكررش غلطاته تاني ويمشي على الرولز اللي انت عايزها وهكذا. فالانستراكشنز دي اللي هي كانت في الميموريز بتبقى في كلود ام دي، بتكون بقى معرف له انستراكشنز كتيره كده عن البروجكت طول ما انت شغال، كل شويه تطور منها عشان الاي اي يمشي زي ما انت عايز بالظبط. والسكيلز برضو نفس فكره الانستراكشنز، فيها تفصيله بس صغيره. الاي اي موديل مش بيشوف السكيل كلها، لا هو بيشوف بس الديسكريبشنز بتاعت السكيلز اللي عندك، ولما بتيجي تكتب برومبت بيبدا يشوف ايه اكتر ديسكريبشن بيماتش مع البرومبت ده، وبيبدا يلود السكيلز اللي ليها علاقه بالبرومبت بتاعك بس. وطبعا عندنا التولز بقى، سواء الام سي بي تولز او السيستم تولز، ودي ممكن نعتبرها زي الايدين بتاعت اي اي ايجنت. يعني كلود كود مثلا عنده كلود البرين اللي هو الموديل، بلس التولز بقى اللي هو زي ويب سيرش، يريد فايلز، يedit فايلز، الحاجات اللي قادر ياخد بيها اكشن. فديفينيشنز التولز دي بتبقى متعرفه للموديل عشان يعرف انا هختار انهي تول. وطبعا كل ده غير الشات هيستوري بتاعك وغير البرومبت بتاعك. طيب ايه اللي بيحصل بقى لما الكونتكست ويندو ده بيتملي؟ كلود كود مثلا لما التوكنز بتوصل لرقم معين بيحصل اوتو كومباكت للشات عشان خاطر يسمرايز كل الهيستوري كده ويقدر يفتكر المعلومات، وفي نفس الوقت يحافظ على الكونتكست ميموري. عشان كده هنلاقي في بفر اسمها اوتو كومباكت بفر، دي بفر كده محجوزه زياده عشان تساعد العمليه دي. انت برضو ممكن تعمل موضوع الكومباكت ده مانوري بخلال سلاش كومباكت، هو اوتوماتيك هيبدا يسمرايز الشات بتاعك ويوفر لك في التوكنز جدا. فلو هنبص مثلا قبل الكومباكت هنلاقي المسجز كانت 19 كي، بعد الكومباكت هنبص هنلاقيها بقت 14 كي. بس كده، ما تنسوش تعملوا فولو واشوفكم الفيديو الجاي.